السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين اخوتي وخواتاتي؟ نتمنى تكونوا بخير وفي احوال جيدة ان شاء الله. الوصفة ديال اليوم عبارة على راس الخروف او الحولي اللي غنطيبو معكم في الكوكوط بلا ما وبلا زيت، يعني كيطيب غير في الماء ديالو اللي كيطلق وكيشرب العطرية باش كيجي لذيذ. كنت كنبخر راس الخروف او الحولي في البرمة، وكان كياخد ليا وقت طويل بزاف في الطياب، ولكن هاد الطريقة اللي غنحضرها معكم في الكوكوط كيطيب في وقت اقل، واهم حاجة كيجي بنين وفتي بحال الزبدة. غير جربوا هاد الطريقة راه اكيد غيعجبكم. وغنرافقوا بالروز طيب ما بين الملوحة والحلاوة، كيجي فيه واحد المذاق غزال بزاف. نقولوا بسم الله ونبداو ان شاء الله في الوصفة. السلام عليكم البنات، سليمة غادي نوجد معكم الراس ديال الخروف او الحولي كيف كنقولوا ليه. كما كتشوفوا انا راه شوطته ومن بعد غسلته مزيان، خليته مرقد في الماء، ومن بعد غسلته وديته عند الجزار هو اللي قطعوا ليا بحال هكا طريفات. كما كتشوفوا انا البنات انا حيدت ليه هنايا المخ، وكذلك كيكون واحد القروج كيكون هنايا. كما كتشوفوا كيكون هنا راه حتى هو حيدته. هو هذا كما كتشوفوا هادو راه مخاصهمش يبقاو في الراس ديال الحولي، حيدته من هنا وكان حتى هنايا. المهم كاع داك القروج حيدته صافي وخليته مرقد في الخل واحد 10 دقائق ربع ساعة. من بعد شللته مزيان وخليته يتسقطر صافي. دابا غادي نبداو في الوصفة. عندنا هنا في المقادير عندي الملحة، عندي واحد 2 بصلات، انا درت وحده بيضه وحده حمراء، نتوما عندكم ديروا اللي متواجد عندكم. عندي البصل والثومه، خليتها هكا غير حيت غير القشره وغنخليها هكا صحيحه. ودرت عندي الكمون والقزبر. هنا البنات خاص ضروري تكون عندنا شي حاجه كبيره باش غادي نطيبوا هذا الراس، لانه كيشد لينا اتساع بزاف. انا خديت هاد الكوكوط كبيره هي اللي غادا تهز ليا صافي. غادي نديرو فيه هاد الراس. هنا البنات درت نص الراس ديال الحولي باش غادا ندير فيه العطريه، باش العطريه تدخل ليا في الراس كامل، حيت الا درت شي فوق شي ما غيتوصلوش العطريه. هنا درت القزبر، غادا نضيف الكمون وكذلك الابزار. وغادا نضيف الملحه. من بعد غادا نضيف الراس الاخر ديال اللي بقى لينا في الراس. صافي البنات دابا غادي ندير نفس العطريه. درت القزبر، كمون، هنا شويه البزار، كذلك شويه ديال الملحه. غادي نديرو الثومه. صافي هنا البنات هنا حاولت قديت داك الراس مزيان، ومن بعد غادي نضيف هكا البصله شلطتها هكا، قطعوها كيف ما بغيتو هكا شلطتها طوال صافي. ما غنديروا لا ماء لا زيت لا والو، غادي نسدو عليها الكوكوط. كما كتشوفوا البنات هاد الوصفه ضروري خاصه الكوكوط، الا ما كانش الكوكوط راه لحم الراس راه ما غاديش يطيب ليكم. دابا انا شعلت عليها النار. النار في الاول غتكون مجهده، ماشي مجهده، غير شويه
انا نقصت منها مجهده شويه غير في الاول، غير بما سخنت لينا وبدات الصفاره، بدات كوكوط كتصفر واحد شويه، ومن بعد غادي نخليوها شاعله بحال الشمعه. المهم انا معاكم حتى الصفاره غنحس بها بدات كدور واحد شويه ونرجع. كما كتشوفوا البنات انا دابا راه نقصت من البوطه، كما كتشوفوا النار مهيله. المهم غنخليها بحال هكا واحد مدة ساعة ونص تقريبا، ونحلوه ونشوفوا اشنو واش طاب ولا باقي. الا كان باقي غادي نزيدو واحد شويه، كان طاب صافي غنحيدوه نقدمه. هنا البنات كما كتسمعوا راه الصفاره كتصفر غير بشويه، لحقاش حنا ناقصين من البوطه، داكشي علاش كتصفر غير شويه. دابا يلاه دازت نص ساعه، مازال خاصني نخليه حتى يطيب مزيان. صافي هنا البنات دازت ساعتين، غادي نشوفوا كيف ولا واش طاب ولا باقي. ساعتين راه عطيتو الوقت الكافي فين يطيب. الصراحه راه طاب ولا هشيش، شوفت اللسان كي ولا هشيش الصراحه. المهم هذا شوفوا الماء البنات، شوفوا الماء اللي يطلق. انا راه ما درت لا ما لا والو، غير داك ليدام ديال الراس وديك البصله هما اللي طلقوا هذا الماء. صافي نخليه غير على النار يشرب غير شويه هذا الماء صافي وها هو وجد. كما كتشوفوا البنات انا حطيت الكوكوط على النار تكون مجهده شويه وما نغطيهاش. علاش؟ غير باش هاد الماء يشرب. شتي شحال ديال الماء طلق يشرب ليا وما نغطيش الكوكوط. اما الراس راه طاب، راه ولفتي غير على حساب الماء وصافي. صافي البنات ها هو الراس ديالنا وجد. كما كتشوفوا داك الماء صافي ما بقاش، بقى واحد شويه ماشي مشكل. هنا البنات غادي ندوزو نوجدو الروز باش غادي نرافقو اللحم ديال الراس ديالنا. خديت الروز درت عليه الملحه شويه الزيت وورق سيدنا موسى. صافي دابا غادي نضيف عليهم الماء سخون ونخليهم يتسلق. غادي ندير جوج زليف عامرين بالماء ونخلي هذا الروز يتسلق. هنا الروز بعد ما تسلق صافي درتو هنا في الصفايه، كنحيد هاد ورق سيدنا موسى صافي نحيدهم ونخليه يتسقطر هنايا في هاد الشبيكه. هنا البنات غادي نكملوا التحضيرات ديال الرز. خديت المقله غنوضع فيها شويه الزيت، شعلوا على النار، غادي نضيفوا البصله غادي نضيف شويه ديال الملحه، كذلك شويه الابزار، صافي وغنبقاو نشحروا في هاد البصله حتى تدبال لينا. المهم من غدا تدبال لينا البصله غادي نرجع معكم. هنا البنات بعد ما تشحرت لينا البصله غادي نضيف ليها الزبيب يكون مرقد من قبل في الماء. كذلك غادي نضيف شويه ديال القرفه، الا كانت عندكم قرفه عواد هي ديروها. دابا غادي نضيف السنيده، انا غندير واحد 3 المعالق. نتوما شوفوا الحلاوه اللي بغيتو، لما كتبغيوش الحلاوه بلا ما تكثروا
المهم كنبقاو نعسلو في هاد البصيله مع الزبيب. نخليوه واحد شويه حتى تعسل غير شويه. صافي هنا دابا راه تعسلت لينا البصله مع الزبيب. دابا غادا نضيف الرز اللي سلقنا من قبل. صافي ونبداو نحركو في هادشي، ندخلو الزبيب والبصله مع الرز. صافي كنخلطو بحال هكا مزيان، نخليه واحد شويه على النار صافي ونحيدوه. ها هو وجد عندنا. هنا البنات غادا نزيد واحد شويه ديال القرفه. انا عزيز عليا القرفه، داكشي علاش غادا نزيد. نتوما الا ما كانش عزيز عليكم بلا ما تكثروا منها، غير شويه صافي. انا دابا راه دقتو ما نعاودش لكم، واحد المذاق جا فيه غزال. هذاك ما بين الملوحه والحلاوه جا الصراحه رائع رائع. المهم صافي دابا الرز ديالنا ها هو وجد. نتلاقاو بعد ما يوجد لينا الراس ونقدموه في صحن التقديم. دابا نوريكم كيفاش قدمت هاد الطبق. المهم بما اننا 4 الافراد، خديت زلافه عمرتها بالروز وكنضغط عليها مزيان بالظهر ديال المعلقه وكنقلبها في الطبسيل. من بعد كنعمر كاع الفراغات بداك اللحم ديال الراس اللي طيبنا. كما كتشوفوا راه جا المذاق ديال هاد الراس، جا زوين بزاف وفتي. المهم واخا غادا نشكرو ما غاديش نوفي الحق ديالو، جا رائع جا رائع، لا المذاق ولا الشكل ديالو. المهم نتمنى البنات ينال اعجابكم وتجربوا هاد الوصفه ان شاء الله.